في تطور دراماتيكي داخل أسوار النادي الإفريقي، وبعد أيام قليلة فقط من الجدل الواسع والانقسامات داخل الجماهير، تم الإعلان رسميا عن إقالة المدرب محمد الساحلي. القرار جاء في لحظة حرجة وسط ضجة إعلامية وردود فعل غاضبة من أنصار الفريق، الذين رأوا في الساحلي جزءا من سلسلة نتائج سلبية وإخفاقات متراكمة. لكن القصة لا تنتهي هنا، بل يبدو أن الإقالة كانت مجرد بداية لزلزال جديد يضرب الفريق من الداخل، زلزال كشف عن خلافات عميقة وتصدعات في البنية الفنية والإدارية للفريق، وعلاقات متوترة بين الطاقم الفني وبعض العناصر الأساسية في التشكيلة. مصادر مقربة من الهيئة المديرة أكدت أن النادي الإفريقي تقدم رسميا بقضية ضد محمد الساحلي، متهما إياه بالإخلال بالتزاماته الفنية وتسريب معلومات حساسة من داخل الفريق، بل وحتى التفاوض مع ناد مغربي دون علم الإدارة، وهو ما يعتبر خيانة صريحة لعقده والتزاماته المهنية. ولم تقف الأمور عند هذا الحد، فقد كشفت تسريبات أخرى أن الساحلي كان يخطط للرحيل منذ فترة، وأنه دخل في خلافات مع عدد من اللاعبين الكبار في الفريق، بلغ حد التهميش المتعمد لبعضهم لأسباب شخصية، وهو ما انعكس سلبا على الأداء الجماعي للفريق. الصدمة الأكبر لم تكن في النتائج ولا حتى في القضية، بل جاءت من داخل حجرات الملابس. بعض اللاعبين كسروا جدار الصمت وتحدثوا بمرارة عن طريقة تدريب محمد الساحلي التي وصفوها بالهاوية والمرتجلة، دون رؤية فنية واضحة أو انسجام مع طبيعة الفريق وتاريخه العريق. تمارين غير مفهومة، قرارات فنية متضاربة، وعدم وجود تواصل فعال مع اللاعبين، كل هذا خلق حالة من الفوضى والارتباك داخل المجموعة، وساهم في انعدام الثقة بين المدرب والفريق، ما عجل بقرار الإقالة. وفي خضم هذه العاصفة، بدأت أسماء جديدة تطفو على السطح كجزء من خطة إعادة البناء، أبرزها اسمين يعرفهما جمهور الإفريقي جيدا. حديث متزايد عن قرب عودة أحمد خليل، اللاعب الذي كان قطعة أساسية في وسط الميدان خلال سنوات التألق، المعروف بروحه القتالية وخبرته الكبيرة. كما يتداول بقوة اسم حمدي العبيدي، الموهبة الهجومية الواعدة، الذي ينظر إليه كحل مهم لتعزيز الخط الأمامي للفريق، والذي قد يعيد بعض التوازن المفقود داخل المنظومة الهجومية. عودة هذه الأسماء، وإن لم تتأكد رسميا بعد، تمثل بصيص أمل لجمهور الإفريقي الذي يعيش على وقع خيبات متتالية، لكنه يظل وفيا، لا يفقد إيمانه بفريقه، ويحلم بعودة المجد مهما طال الغياب. ومع مغادرة الساحلي، بدأ الحديث في الكواليس عن أسماء بديلة، ولعل الاسم الأبرز الذي تردد بقوة هو فوزي البنزرتي، المدرب التونسي المخضرم، المعروف بخبرته الطويلة وأسلوبه القتالي. مصادر صحفية أكدت وجود محادثات أولية معه، وفي حال تمت الصفقة، سيكون ذلك منعطفا حاسما في مستقبل النادي. ما يحدث اليوم داخل النادي الإفريقي هو أكثر من مجرد تغيير مدرب أو ضم لاعبين. إنها بداية لثورة شاملة تهدف إلى إعادة ترتيب البيت من الداخل، وإعادة الروح لفريق فقد الكثير من بريقه في السنوات الأخيرة. فهل تكون هذه الأحداث بداية النهاية للمرحلة السوداء؟ وهل تنجح الإدارة في ترميم الثقة المكسورة بين الجمهور والفريق؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. هل تؤيدون قرار إقالة محمد الساحلي؟ وهل ترون في عودة خليل والعبيدي بداية لاسترجاع التوازن؟ وماذا عن فوزي البنزرتي؟ هل هو الرجل المناسب لهذه المرحلة؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم أحدث الأخبار الحصرية عن النادي الإفريقي وكل جديد في عالم الكرة التونسية والعربية.